القاعة الشامية سموها الشامية لأن كل الخشب اللي بيغطي القاعة دي كله جاي من بيت العظم في سوريا. بيت العظم في سوريا. ده بيت كان قصر اثري قايم للسقوط، فالبصاصين اللي هم بتوع الملك، البصاصين دول الناس اللي هي الامير قصدي، الناس اللي هي بتقدر الاثار اشتروه وجابوه هنا ركبوه في القصر. يعني هم اصلا ده كان قصر قايل للسقوط الخشب ده، صح كده؟ القاعه دي كلها جايه اسمه بيت العظم في سوريا. في سوريا. بصي كده انا قلت لك القصر ده 1903 تمام. القصر كله يعني اتبنى من 1903 لحد 1937. حلو. مكتوب هنا عمر هذا القصر المبارك لرجب المبارك 1081 ميلادي. ده عمر القصر الحقيقي اللي هو بيت العظم في سوريا. بيت العظم في سوريا. بصوا احنا دول كانوا من قصر قديم اسمه بيت العظم، ده شبابيك بيت العظم في سوريا. ولما اتهد صح كده كان قايل السقوط، جم هم اخدوه اوكي. هم اخدوه عشان هو قديم قوي وممنوع اللمس كمان، بحاول ان انا اصور، وجابوه هنا وعملوا منه ده. تمام. ممكن تصوريهم عمر القصر؟ هصور بقى هنا. استني اقلب بس هنا كده اصور الفيديوز. ايوه الحته اللي فوق دي 1907 تمام. بقيتها دي كده هنا جوه ده بقيته. هتصوري عمر القصر فين؟ رجب المبارك. بصي عمر هذا القصر المبارك اللي هو قصر العظم في سوريا. الكاميرا جايباه بس مش عارفه الريزوليوشن بتاعه مش حلو. في رجب المبارك 1081. شفتها. تمام. ده عمر القصر الاصلي، يعني تقريبا 800 900 سنه عن القصر ده قبل القصر ده. تمام. دول كانوا شبابيك في القصر الاصلي بس ممنوع اللمس. ده اللي هو عملوه دواليب. ده اللي كان في سوريا. اللي هو بيت العظم. الخشب اللي في الاوضه اللي في الاوضه دي بيت العظم. تمام. دي المشربيه او اللي هي الحرملك، المكان اللي هو جلوس السيدات اللي هم زوجات الضيوف. تمام. ميزه المشربيه هنا حاجه ان اللي قاعد بصي احنا كده شايفين الناس اللي بره. صح. لكن هم بره ما يشوفوناش. دي قاعه حريم، ف يعني كحمايه ليهم ان اللي هم يشوفوا اللي بره، لكن اللي بره ما يشوفهمش. وسموها المشربيه او المشرفيه. المشرفيه اللي هي واخده اسم شرفه من شرفه. اما المشربيه اللي هي الخشب الدوائر دي واخده شكل القلل. اوكي تمام. برضو السجاد ايراني والخشب مطعم بالصدف والعاج. شغل مصري في الصدف ده صح؟ انا عارفه، انا شغل لحد دلوقتي مصري، انا عارفه. ده الحاجه الوحيده اللي احنا ده التراث بتاعنا، الشغل دوت انا عارفاه. والسقف برضو مختلف. سقف القاعه ده كله واحد بس هو مختلف. صح. تمام. يلا بينا. دي برضو اسمها القاعه الشرقيه برضو هي بس هنا دي بقت القاعه الثانيه السلاملك جوز الرجال. بص هنا في مدفأة على شكل قلم رصاص. فين بقى؟ هي في وشك دي الفروش. دي المدفأة اللي جنب دي على طول. القلم الرصاص دوت اللي هو رمز الدوله العثمانيه. لا والله هنا تاني للدوله العثمانيه. دي شكل الجمه من تحت يعني اللي هي اسمها الاستيكه. ايوه تمام. احنا عندنا في اسكندريه بيقولوا جمه. تمام. الشمس برضو اللي هناك اللي في الازاز دي ده برضو رمز الدوله العثمانيه. اللي في النص دي. في النص دي بقى مبخره. اوكي تمام. الازاز برضو ملون عشان شايفه بصي العاكس بتاعه عامل منظر والوان. والسقف برضو مختلف. احنا قلنا ان الامير بيحب يكتب دايما حكمه او حاجه قرانيه. مكتوب هنا سلامه الانسان في حفظ اللسان. سلامه الانسان في حفظ اللسان. لان الطفل لما يبقى قاعد يعني احترم نفسك يعني مثلا، او ما تجيبش زي ما تجيبش سيره حد او ما تتكلمش عن حد بسوء. انا عجبتني مكتوب شهيد على قوم بما كان منهم. شهيد على قوم بما كان منهم. زي مثلا الكلام لو اتنقل من هنا ما يعني لو حد اتنقل عن عنده حاجه ما بينقلهاش غير اللي كان قاعد معاه اصلا. ايوه صح. اللي قاعد في المجلس هنا هو اللي بينقل الكلام. لو الكلام اتنقل يبقى بس على فكره ده شخصيه عظيمه يعني هو الامير بالاسلوب ده. في ميزه كمان دي بقيته معلش ده برضو عشان في ناس بتسال ده بقيته اللي هو فيه ده اللي كان في اللي هو قصر العظم. بصوا يا جماعه ده قصر العظم اصلا لما كان قايل السقوط في سوريا جابوه هنا البصاصين واتعمل منه القصر ده. الخشب ده خشب. بصوا الخشب القاعه دي بس مش القصر كله، دي القاعه دي بس. القاعه دي اللي احنا دخلناها في السلاملك والحراملك وكلها اهي. ده مكان الرجال يعني ده السلاملك. ده السلاملك. اللي هناك اللي هو الحراملك اللي هي المشربيه.
ده محمد علي ابن مين ابن مين ابن مين ابن مين؟ ابن توفيق، ابن اسماعيل، ابن ابراهيم، ابن محمد علي باشا الكبير. تمام. ابوه الخديوي توفيق، واخوه الخديوي عباس حلمي الثاني. تمام. وامه امينه هانم الهامي بنت الهامي باشا الصدر الاعظم للدوله العثمانيه، بما يعادل يعني وزير رئيس الوزراء دلوقتي. تمام. الشمس دي رمز للدوله العثمانيه، بيقال ان هو الاشعه بتاعتها جت كل البلاد اللي هي سيطرت عليها الدوله العثمانيه في الفتره دي. اللي هي في الوش دي. هنلاقي كمان جوه تاني كتير منها. طيب مش هنقطع هنا بس.